لا تكن مثل هذه المرأة إذا كنت تريد العيش حياة طويلة. هنا مثال على لماذا لا يمكن أن تخاطر خلال المنافسة. فقدت ماريانا جيديسبي وعيها بعد أن ظلت تحت الماء لمدة 3 دقائق. شاهد كيف طبقت النساء ضربة خطأ. إنه مكره عظيم. قدمت لا يصدق. تم تنفيذ الدور بعناية. بريتني سبيرس أخذت أسلوبا نادل وطبقته على جليد. شكرا لك. الرجال ليسوا الوحيدين الذين يعرفون كيف يقوسون الكرة هكذا. عملت جيسيكاري طوال حياتها في هذه اللحظة وهي متوترة للغاية، لكنها لا زالت قادرة على تنفيذ الدور بشكل مثالي للفوز بالميدالية الذهبية. يا له من أداء ستفعله إيميلي هارينجتون. ستتسلق واحدة من أكبر الجبال في العالم. ستحصل على الكثير من الإصابات والإحباط في الطريق، ولكن في النهاية سيكون نجاحا رائعا. إذا لم يكن لديك إرادة جيدة لن يكون هناك نجاح. لهذا يجب أن يكون حلم جميع الرياضيين. استمتع بالغطس الجميل في مدينة برشلونة. أتقنت ألكسندرا كروزوفا بجد هذا الدور. لا أستطيع حتى أن أتخيل كيف قررت الجلوس على الجليد البارد كثيرا، لأنه يمكنك في الواقع رؤية اللون الأحمر على ركبتها. لا تعبت مع هذه المرأة ولا قتلتك. إذا كنت تريد أن تكون ناجحا فأنت تحتاج إلى حذاء جيد عادي. لا يمكنك أن تفعل ذلك بكعب عالي. المرأة هذه تقول لك العكس. أنا أفعلها بالكعب العالي. قبل أن تفكر أن تواجه رجلا يجب عليك مشاهدة هذه المرأة كيف تلوي عنق الرجال. تحدي رائع للسباحة. إيمي ماغداي. هذه المجموعة المكونة من 65 امرأة ستذهب لإنجاز سجل ملحمي. يذهبون للقفز بالمظلة رأسا على عقب وتشكيل دائرة متماسكة عملاقة. واحد من أحد أفضل الأهداف في كرة القدم النسائية. ناتاليا زاركوفا تحصل على الرقم القياسي العالمي لأسرع 93 متر سباحة تحت الماء. إذا كنت تعتقد أنها مثيرة للإعجاب فقط انتظر حتى ترى ما يمكن أن يفعله الطفل بعدها. هذا ما يحدث عندما تعرف كيف ترقص وتقفز بالمظلات.
روزي ماكلينان تفوز بالميدالية الذهبية والأفضل أداء في حياتها المهنية. هؤلاء الفتيات قادرات على تغيير أزيائهن في لمح البصر. الفريق الأزرق حقا لم ينتبه أن الفريق المنافس يرتدي نفس لون الشورت الأزرق، وهذا ممنوع في الفيفا. فازت بالمقابلة لكنها لم تحتضن منافستها كأدب رياضي وروح رياضية. أعطونا رأيكم في التعليقات، هل سنكمل أم نقف عند هذا الحد؟ إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشجيعنا بلايك، فحين نشاهد لايك على الفيديو فذاك يسعدنا كثيرا. وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم واتساب، تويتر، فيسبوك، ولكم منا جزيل الشكر. رأيت الحق لا يخفى ولا تخفى شواكله، ألا فانظر لنفسك أي زاد أنت حامله، لمنزل وحدة بين المقابر أنت نازله.